أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ فاري. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. شهر رمضان كريم جدا وبيحب الكرم، في عزايم كتيرة قوي سواء احنا بنتعزم أو بنعزم. عشان كده في بعض السيدات بتحتار شوية في توضيب السفرة. النهاردة هنتكلم ازاي توضبي سفرتك. عندنا 3 أطباق بأحجام مختلفة. الطبق المسطح هنحطه وده خاص بالرز والخضار. ممكن للشوربة أو للملوخية نستعمل الفنجان ده أو نستعمل الطبق الغويط. أدوات المائدة، في عندنا المعلقة بتتحط على اليمين من الخارج، ومن الداخل هنلاقي السكينة، والسكينة لازم حدها يكون للداخل، وعلى ناحية الشمال هنلاقي الشوكة. طبعا رمضان العطش والمية والعصاير هنحتاج كوبايتين، بالإضافة إن في طبق على الجنب الشمال، يعني اللي قاعد يبقى الطبق ده على جنبه الشمال طبق ممكن للعيش أو للسلطة. الفوطة الجميلة دي ممكن قوي إنك أنت تستعملي الفوطة بشكل جميل وتحطيها جوه الطبق. عايز أقول لك حاجة، يا ريت توضبي السفرة من بالليل ليلة العزومة، بس لو كنت مشغولة بتحضير السحور لعيلتك ممكن ولادك الصبح يوم العزومة الصبح يساعدوكي في توضيب السفرة. ده مهم جدا، أولا هتبقى فرصة ليهم إن هم يتعلموا منك وهيريحوكي شوية. عايز أقولك بقى إن بعد العزومة في شخصية مهمة جدا جدا مستنياكي في المطبخ. فاري مستنيكي عشان يساعدك في تنظيف كل الدهون الناتجة عن الأكل. هيساعدك جدا ويوفر عليكي وقت.